مساء الخير. حلقة جديدة من شوط إضافي نخصصها للحديث عن آخر مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس آسيا. فب10 لاعبين تمكنت إيران من إقصاء المنتخب السوري الممثل للنظام بعد مواجهة أهدر فيها زملاء مهدي طارمي عدة كرات سهلة أمام مرمى أحمد مدنية الذي تصدى لجميع التسديدات الإيرانية، لكن الحسم كان بركلات الترجيح. تأهلت إيران لمواجهة اليابان في دور الثمانية. أهلا بكم. بلغ المنتخب الإيراني ب10 لاعبين الدور ربع النهائي من كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، وذلك بعد فوزه على المنتخب السوري الممثل للنظام بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله على استاد عبد الله بن خليفة. افتتحت إيران التسجيل من ركلة جزاء عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة 34، عدل عمر خريبين من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 64. في ركلات الترجيح سجل لاعبو إيران كل محاولاتهم الخمس، في حين أخفق فهد اليوسف للمنتخب السوري. تلتقي إيران السبت المقبل في ربع النهائي مع اليابان التي تخطت البحرين بالفوز عليها ب3-1 في دور الستة عشر. أمير جالينوي مدرب منتخب إيران قال عن المباراة: أعتقد أننا كنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف في هذا اللقاء، خاصة بعد أن سنحت لنا العديد من الفرص الخطيرة على مدار شوطي المباراة، لكن غياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى حال دون تحقيقنا لذلك. أضاف أيضا: تنتظرنا الآن مواجهة صعبة في الدور القادم أمام المنتخب الياباني، لذلك علينا مراجعة أنفسنا ومحاولة معالجة الأخطاء وأن نكون أكثر تركيزا أمام المرمى واستغلال كل الفرص التي تتاح لنا، خاصة أننا سنواجه خصما قويا للغاية في المباراة القادمة. أما هيكتور كوبر الأرجنتيني فقال: بشكل عام أنا راض عن أداء اللاعبين وتضحيتهم الكبيرة خلال مباراة إيران، ولكنني غير سعيد بالنتيجة، فقد كنت أتمنى أن نتمكن من تحقيق الفوز والعبور للدور التالي. لم نتمكن من استغلال النقص العددي في صفوف المنتخب الإيراني، خاصة خلال الشوطين الإضافيين، لأنه أغلق مناطقه الدفاعية بشكل محكم، مما صعب علينا المهمة في عملية صنع الفرص والوصول إلى المرمى. هذا ما قاله المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر. أما بخصوص الأرقام التي خرجت عن المباراة، فالمنتخب الإيراني ليس جيدا بركلات الترجيح، وتحديدا على مدار 28 عاما مضت. وبهذا الفوز أنهى منتخب إيران خسائره بركلات الترجيح والتي امتدت ل3 مباريات متتالية قبل ذلك، حيث كان آخر فوز له بركلات الترجيح ضد الكويت، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث بنسخة كأس آسيا عام 1996. أيضا من الإحصائيات، وبحسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال المباراة بين سوريا وإيران سدد منتخب إيران 12 تسديدة على مرمى المنتخب التابع للنظام، وهي الحصيلة الأعلى لمنتخب في مباراة بكأس آسيا قطر 2023، ما يدل على المعاناة التي كان يعيشها زملاء عمر خريبين خلال المباراة. يعني لا توجد أي مباراة في البطولة سددت فيها كرات على مرمى الخصم أكثر من تسديدات منتخب إيران باتجاه الشباك السورية، بينما سدد المنتخب السوري في كل المباريات الأربع في البطولة التي خاضها 9 تسديدات فقط على مرمى أوزبكستان في المباراة الأولى، أستراليا في المباراة الثانية، الهند في المباراة الثالثة، وإيران في المباراة الرابعة في الدور ثمن النهائي، أي بمعدل تسديدتين تقريبا في كل مواجهة
وهو رقم ضعيف جدا. أيضا بحسب أرقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصدى حارس المرمى أحمد مدنية ل9 تسديدات أمام إيران، وهي حصيلة قياسية بالتساوي مع العراقي محمد قاصد ضد أستراليا في نسخة 2011، والأوزبكي نستروف أمام أستراليا أيضا في نسخة عام 2019. إذن من يدقق في هذه الأرقام وللحياد يدرك بأن المنتخب السوري كان سيئا للغاية خلال المباراة الأخيرة رغم خروجه بركلات الترجيح. بصراحة أرقام مخجلة، أن تلعب ضد 10 لاعبين لأكثر من 40 دقيقة وتسجل هذه الأرقام في إحصائيات المباراة الرسمية. دعونا نتابع إحصائيات إضافية عن هذه المواجهة ونعود. للحديث أكثر عن هذه المواجهة وخروج المنتخب من منافسات كأس آسيا ينضم إلينا من غازي عنتاب الإعلامي الرياضي عروة القنواتي، وأيضا معنا من غازي عنتاب الصحفي الرياضي عبد الرزاق نجار. مساء الخير، أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك عبد الرزاق، نتيجة هذه المباراة برأيك هل أنصفت المنتخبين؟ لك أستاذ الكريم وتحياتي للسادة المشاهدين. اولا اكيد النتيجه كانت نتيجه عادله بناء على ما شفناه من مجريات البطوله بشكل عام من المنتخب السوري او من المنتخب الايراني. المنتخب الايراني كان في الشوط الاول افضل بكثير من الشوط من المنتخب السوري، لعب على اللعب الهجومي المباشر، حاول انه يضغط المنتخب السوري بشكل اكثر. المنتخب الايراني سحت له كثير فرص لكن ما قدر يستغل هي الفرص، او بالاحرى فينا نقول كان تألق الحارس السوري احمد مدنيه هو اللي خلى الفريق السوري في المباراه. لحين ارتكب المدافع الايراني الغلطه في الشوط الثاني وانقلبت المباراه نوعا ما، اللي صار فيها تكافؤ من ناحيه الاستحواذ مو اكثر. يعني حتى المنتخب السوري بالفتره اللي كان هو فيها مستحوذ لكن كان بدون اي خطوره. نعم. بالنهاية المباراة راحت باتجاه ركلات الترجيح وفاز الفريق اللي بيستحق الفوز كمباراة ككل. نعم، لكن أنت قلت يعني أن النتيجة ربما أنصفت المنتخبين وكان هناك تكافؤ خلال بعض دقائق المباراة عبد الرزاق، لكن الإحصائيات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقول أن المنتخب الإيراني سدد على المرمى 12 تسديدة، وهي أعلى حصيلة لأي منتخب في كل البطولة تسدد على مرمى الخصوم. هذه الإحصائية ألا تعتبر سلبية جدا للمنتخب السوري أن يسدد في مرماك هذا العدد الكبير من الركلات بمختلف الاتجاهات؟ اكيد يعني بالتاكيد انه هي حصيله كثير كبيره، لكن في النهايه كره القدم ما بس هجوم، هي هجوم ودفاع. يحسب للمنتخب السوري انه استقبل 12 تسديده لكن كلها كانت خارج المرمى باستثناء الهدف اللي اجى من ضربه جزاء، من ركله جزاء.
فهذا الشيء يحسب للمنتخب السوري. لا عبد الرزاق، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن سمحت لي أن أقاطعك، المنتخب الإيراني سدد 20 تسديدة بشكل عام على مرمى المنتخب السوري. المنتخب الإيراني سدد 20 تسديدة على مرمى المنتخب السوري، 12 تسديدة منها داخل الخشبات الثلاث للمرمى، وليس 12 تسديدة خارج الخشبات الثلاث للمرمى، لكي أوضح لك هذه النقطة. الصورة واضحة أستاذ الكريم، لكن التسديدة ممكن تكون تسديدة خفيفة ويصدها الحارس، ممكن تكون تسديدة باللاعب اللي هو عم يسدد ما انه مرتاح. ونحن عم نحكي هون على منتخب إيران، منتخب ثاني المنتخبات الآسيوية، ترتيبه 20 على مستوى العالم، اللي شفناه أدى أداء ممتاز في كأس العالم الماضي أمام منتخب ويلز وهزمه، ولعب مباريات جيدة أمام إنجلترا وأمام إيران، فهو منتخب مرشح للبطولة. على عكس المنتخب السوري اللي هو دائما بيشارك بيخرج من دور المجموعات، على عكس المنتخب السوري اللي لاعبينه اساسا تجمعوا قبل البطوله تقريبا باسبوعين او 3، دخلوا البطوله وهن ما هاللعبانين ولا مباراه مع بعض كفريق ككل. فهي النتيجه، انا قلت لك النتيجه عادله، لانه في النهايه الفريق اللي لعب بشكل هجومي اكبر هو اللي استفاد. ومثل ما ذكرنا انه حتى الدفاع السوري كان قادر انه يحتوي لاعبين المنتخب الايراني، ما يخليهم يسددوا باريحيه، لهيك كانت التسديدات تروح بين ايدين الحارس او تروح خارج المرمى او حتى تصطدم ببعض المدافعين. فيحسب للمنتخب السوري الاداء الدفاعي، لانه هو خلال البطوله اساسا واجه 4 فرق. الفريق الهندي اللي هو اساسا بيكون على مستوى المنتخب السوري او اقل بشوي، وثلاث فرق مرشحه للبطوله. انت ما واجهت فرق مثل مثلا الكويت ولا ماليزيا، 3 فرق مرشحه للبطوله، وخلال مباريات اوزبكستان مرشحه للبطوله. اسمح لي ان انتقل الى عروه قنواتي. مرحبا بك عروه. عبد الرزاق يقول ان اوزبكستان كانت مرشحه لنيل هذه البطوله. اريد ان اعود الى تفاصيل واحصائيات مباراه إيران. المنتخب الإيراني يعني سدد بكثرة على مرمى المنتخب السوري، والنقطة المضيئة الوحيدة ربما لهذا المنتخب هو أنه اكتشف حارس مرمى اسمه أحمد مدنية. ماذا تقول؟ هل أنصفت النتيجة كلا المنتخبين كما يقول عبد الرزاق؟ مساء الخير وسيم، مساء الخير لك ولكل الزملاء وللأخ عبد الرزاق. يعني أنت شوف قبل بداية البطولة على ماذا اعتمد كوبر أن يحضر، يعني من المباريات الودية لعب آخر لقاءين وديين مع ماليزيا ومع قرغيزستان. هذه المنتخبات مشابهة نوعا ما لمنتخب الهند. بصراحة المدرب ذكي، يعني هو كان مركز فقط على مباراة الهند، وما أستطيع أن أجلبه من لقاء أستراليا ولقاء أوزبكستان. خرجنا خاسرين، خرجنا رابحين من لقاء الهند 3 نقاط. ممكن أن نلعب على تفاضليات مراكز يعني العدد 4 للمنتخبات اللي حصلت على أفضل ثالث. فهو المباراة الوحيدة اللي سدد فيها واللي كان فيها مجهز هذا المنتخب. يعني عبد الرزاق حكى كلام صحيح، هذا المنتخب لبينما تجمع ولبينما اجت الاسماء اللاعبين المحترفين اللي من اصول سوريه من عده اماكن. لاحظ لا يوجد لاعبين من الدوري المحلي سوى احمد مدنيه واثنين 3، على عكس تماما الطاقم اللي كان موجود امام اليابان وخسر في تصفيات كاس العالم 5-0. هو حتى لم يصطحب عمر السومة لانه غير مؤمن بالنسبه له انه يكون راح يستفيد من البوابه الهجوميه. على هذا الاساس لقاء ايران ومنتخب النظام السوري، المنتخب الإيراني هو الذي استحوذ استحواذا سلبيا، هو اللي كان مسيطر على المباراة. وهذا طبيعي عندما تدخل لتلعب مع إيران كمرشح للبطولة، أي أنك يا تتعادل يا تخسر. إذا أردت أن تتعادل يجب أن تكون هناك ظروف ملائمة جدا كطرد مهدي طارمي في الوقت بدل الضائع 10 دقائق مع 30 دقيقة أشواط إضافية. ولكن هل السيد كوبر حضر اللاعبين اللي هن اساسا كان عم ينفذوا تعليماته؟ وهذه النقطة أريد أن أنقلها إن سمحت لي عروة. هذه النقطة أريد أن أنقلها لعبد الرزاق. عبد الرزاق يعني تحدث عروة بنقطة مهمة جدا، أن المهاجم الإيراني وأفضل لاعب بالمنتخب الإيراني خرج مطرودا في الدقيقة 90، مدد الحكم نحو 10 دقائق، ثم تم تمديد المباراة إلى شوطين إضافيين. أيضا هناك وقت إضافي على الشوطين الإضافيين، يعني نحو شوط كامل 45 دقيقة أضيفت
بعد طرد مهدي طارمي، والمنتخب السوري لم يبادر ربما إلا بهجمة واحدة على مرمى المنتخب الإيراني. اكيد المنتخب السوري هو مثل ما قال الاستاذ عروه، كان هو محضر حاله لحتى يفوت يلعب بشكل دفاعي ويخطف هدف، ان كان من ركله جزاء، ان كان من ركله ركنيه، ان كان من عرضيه، من اي شيء ثاني. المنتخب اساسا ما متدرب على انه يلعب كره هجوميه. كوبر افكاره دفاعيه بحت، سواء لما شفناه مع منتخب اوزبكستان سابقا ولا مع منتخب مصر ولا مع الانديه الاوروبيه اللي كان مدرب لها في السابق. مو من الغلط انه انت تلعب بافكار دفاعيه لما انت بتكون عم تلعب مع فرق اقوى منك. فهو هذا الشيء اللي عمله المدرب، انه هو حاول يستغل الادوات الموجوده عنده واستغلها بافضل طريقه ممكنه، والدليل على ذلك انه عمر السومه ما كان مستدعى للبطوله مثل ما ذكر الاستاذ، لانه هو بيعرف حاله انه عمر السومه هو ضعيف في الارتداد، فهو حاول يكسب لاعبين اقوى منه بالارتداد مثل عمر خربين، بابلو صباغ، اللي للامانه ما شفنا كثير يعني لقطات مهمه، يمكن باستثناء ضربه الجزاء اللي قدر يتحصلها. لكن هل يحسب للمنتخب انه هو عبر هي المرحله بهي الاسماء؟ طبعا يحسب للمنتخب انه هو عبر هي المرحله بهي الاسماء. نعم أروى، يعني العبور إلى الدور ثمن النهائي بوجود نظام للبطولة يسمح لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث بالوصول إلى دور ال16. لولا هذا النظام الموجود في البطولة منذ النسخة الماضية ووجود منتخب الهند في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان وأستراليا، هل كنا رأينا ما حصل ووصول هذا المنتخب إلى دور ال16؟ يعني هلا اخي وسيم حكينا بعدل مثل ما بيقولوا، حكينا بمنطق قبل شوي انا وعبد الرزاق فيما يخص الحاله الفنيه للمنتخب وما قدمه، ومعه حق. يعني المدرسه الدفاعيه موجوده في العالم. هلا مقيته جيده تاتي لك بان تصل كمنتخب اليونان بلا تشبيه مثال لنهائي اوروبا وتحصد اللقب، هذا بحث اخر. ولكن عندما نريد ان نتحدث عن حاله مشرفه، يعني هذا المنتخب من اقدم المنتخبات على مستوى العالم العربي، من أقدم الاتحادات، من أقدم المشاركين في بطولة آسيا للرجال بعد أن تم سحب الكيان الصهيوني خارج قارة آسيا. يعني من العام 1980 حتى هذا اليوم ليأتي أكثر من 15 لاعبا من أصول سورية من خارج البلاد يتشكلوا مع مدرب، هذا المدرب يؤمن بالعملية الدفاعية وينتصر على الهند فيحسب له بأنه ذهب للدور ثمن النهائي. طيب ماذا لو كان هناك منتخبين فقط يخرجان من كل مجموعة باتجاه الدور الثاني؟ وسبق أخي وسيم لهذا المنتخب بال2019 اللعب أمام المنتخب الفلسطيني، وطرد اللاعب الفلسطيني في الدقيقة 68 أي قبل 22 دقيقة من نهاية المباراة، ولم يستطع المنتخب أن يسجل، علما أنه لو سجل كان وقت دخل الحالة التاريخية وذهب للدور الثاني. هذه إمكانياتهم، وكون هذا هو التخطيط في البلاد، وهذه هي الطريقة التي تدار بها عقلية اتحاد الكرة والقيادة القطرية ومكتب الشبيبة والرياضة. نعم. تصور من العام 2018 حتى اليوم 9 مدربين، يعني معناتها ما في عندك استقرار فني. نعم. 5 اتحادات كرة قدم، يعني ما في عندك هيكلية. طبعا ما قدموا كوبر وما قدموا بابلو الصباغ وأيهم أوسو طبعا سيكون غريب على الجمهور، وسيكون هناك تفاؤل، وسيكون هناك حديث حتى عن تصفيات كأس العالم اللي فيها ميانمار وفيها كوريا الشمالية وفيها اليابان. ولكن أنا عم بحكي لك القضية مو قضية تشاؤم، مو قضية عدوانية. هذا المنتخب لا بمحترفيه ولا بكادره الفني والإداري سيكمل. وتصفيات كأس العالم قادمة أمامنا ومنذكر بعض. طيب عبد الرزاق، هدفان فقط سجلهما هذا المنتخب في المباريات ال6 التي خاضها تحت قيادة كوبر، هي مباريات دولية طبعا في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا 2027. سجل فقط هدف واحد على كوريا الشمالية وتلقت شباكه 5 أهداف أمام اليابان. أيضا سجل على المنتخب الهندي هدف، وسجل على المنتخب الإيراني هدف، إذن 3 أهداف في 6 مباريات. بعجالة إن سمحت، هذه الحالة الدفاعية هل ستنفع في المواجهات والاستحقاقات القادمة؟ استاذي، نحن ما فينا نحكم على المدرب من خلال 5 مباريات أو 6 مباريات. كبرى المنتخبات العالمية ممكن تخرج بكوارث،
بطولة افريقيا الان مقامة حتى الان، ساحل العاج المستضيفة تلقت 4 اهداف في دور المجموعات وتأهلت افضل ثاني واقصت السنغال المتصدرة وفي ركلات الترجيح، فنحن ما فينا نحكم على المدرب من خلال 5 أو 6 لعبات. نعم، أشكرك يعني جزيلا. بدنا نعطيه وقت اكثر، اقل شيء لحتى نقدر نشوف هذا الكلام. وضحت الفكرة. شكرا لك الصحفي الرياضي عبد الرزاق نجار، وجزيل الشكر أيضا للإعلامي الرياضي عروة قنواتي، كنتم معنا من غازي عنتاب. شكرا جزيلا لكما. نهاية شوط إضافي، إلى اللقاء.